هلو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاته. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. وصفه النهارده بقى هي وصفه حلوه قوي، وصفه كده لما نعملها في عيد ميلاد او في مناسبه بجد هنبهر الضيوف بتاعتنا قوي. يعني هنحسسهم ان الشغل ده لا، ده شغل جاهز كده، شغل كافيهات مش طالع من تحت ايدينا خالص. هنعمل النهارده جاتوه بطريقه حلوه قوي وسهل كمان. فيلا بينا نشوف الوصفة. اول حاجة معايا 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا 2 باكت من الفانيليا. هبدأ اخفق البيض ده على سرعة يعني سرعة كبيرة شوية علشان يبدأ يتخفق معايا. طبعا بنخفق البيض، مش هنعمل البياض لوحده ولا الصفار لوحده كده عشان ما يبقاش يعني خطوات كتيرة وصعبة. لا، نخفقه مع بعض وهيطلع بجد كيكة تحفة. اول ما يبدأ يتخفق ولونه يبقى افتح كده شوية، هبدأ اضيف معلقة كبيرة من الخل. الخل بيفرق في قوام الكيك قوي وبيضيع ريحة البيض، والطعم كمان بيساعد مع الفانيليا. معايا هنا 1.5 كوب من السكر. السكر بضيفه والبيض بيتخفق بالتدريج، ببدأ اضيفه واحدة واحدة بالتدريج كده. انا بخفق ممكن بالمضرب اليدوي عادي، بس تسرعوا ايديكوا شوية. ممكن مضرب الكهرباء، ممكن على فكرة الخلاط، بس تتبعوا نفس الخطوات. السكر تدريجي كده بعد ما البيض يكون اتخفق شوية. بعدين بضيف الزيت، معايا 1 كوب من الزيت. برضو احط الزيت واضرب كده ضربة بسيطة، وبعدين بضيف الحليب. وضفت 1 كوب من الحليب، وبرضو هضرب ضربة صغيرة كده، المكونات بس تتخلط مع بعض. وبعدين بقى المكون السحري واللي بيفرق بجد في قوام كيكة، اي قوام كيكة هتعملوه حاولوا تضيفوا مية مغلية لو نص كوباية. انا هنا ضفت نص كوباية من المية المغلية. وبعدين هبدأ خلاص المكونات سايلة كلها بقت اتخلطت مع بعض. هبدأ اجيب 3 اكواب من الدقيق، ببدأ برضو اضيفهم بالتدريج كده، والعجان بتاعي شغال سواء المضرب او طبعا لو هنعمل بالخلاط خلاص بناخد بقى الخليط السائل ده بنبدأ نضيفه نضيف عليه الدقيق تدريجيا. برضو ليه تدريجيا؟ علشان ممكن كمية الدقيق بتاعكم او القوام بتاعكم يظبط من غير ما تخلصوا كمية الدقيق كلها. تمام، انا كده القوام بتاعي بقى مظبوط. طبعا ضفت معلقة كبيرة من البيكنج باودر او باكت من البيكنج باودر. انا قسمت الخليط لبولتين علشان هعمل يعني صاج كيك شوكولات وصاج كيك فانيليا. طبعا الكيك اللي بالشوكولات ضفت عليه 2 معلقة كبيرة من الكاكاو. لو اللون ما ظبطش معاكم ممكن تضيفوا معلقة كمان او نص معلقة كمان لحد اللون ما يظبط معانا كده، يبقى لونه كاكاو. نخلي بالنا ما يكونش فاتح قوي. معايا هنا صاج مقاس 25 في 35، وببدأ اوزع الكيك في الصاج بتاعي كده. هحس في الاول ان العجين قليل، بس لا، احنا عاوزين الكيك بتاعنا ما يبقاش مرتفع، يبقى السمك بتاعه رفيع زي السويس رول كده. برضو الشوكليت كده لو حسيت ان الخليط بتاع الكاكاو بتاعي بقى اتقل شوية ممكن نزود معلقتين من الحليب كده. هدخله رف اوسط على درجة حرارة 180، فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط لمدة 15 دقيقة بالظبط. افتح اشوفه بيكون تمام، بدخل فيه الخلة بتطلع نظيفة وكده، يبقى الكيك جاهز معايا. هسيبه يبرد طبعا على حسب ما يوصل لدرجة حرارة الغرفة. انا هعمل هنا الكريمة. معايا 2 كوب من الكريم شانتيه البودر، ومعايا ربع كوب من السكر البودر لان انا مستخدمة كريم شانتيه خام. زي الكريمة بحط مية متلجة، ممكن تعملوا خليط بين المية والحليب بس يكون يعني الاتنين متلجين. انا طبعا ضفت 2 كوبايتين من الكريمة، فضفت 2 كوبايتين من المية اللي تكون متلجة، او ممكن مكعبات تلج كمان تحطوا مع المية مكعبات تلج. وتخفقوا الكريمة بتاعتكم لحد طبعا ما حجمها يتضاعف كده، والاقي القوام بتاعها يعني اشيل المضرب كده تعمل زي المنقار كده تبقى تمام.
هنا الكيك بتاعي بعد ما برد تقدروا تقسموه بالطريقة اللي انتوا عاوزينها، بس عموما انا عملته مكعبات. عملت الصاجين بتوعي، يعني عملت كل صاج مكعبين. هبدأ اول حاجة طبعا اللي انا بسقي الكيك بيه ده شربات خفيف خالص، ممكن تسقوها حليب كمان. ضفت قطعة من الكيك الفانيليا، وضفت عليه الشربات، وضفت الكريمة، وبعدين قطعة من او مكعب من الكيك الشوكولاتة بالتدريج بقى. يعني انا عاوزة يبقى معايا 4 قطع، تمام. احط واحدة فانيليا واحدة شوكليت، او ممكن واحدة شوكليت تحت وبعدين فانيليا، بس يكون بالتبادل كده بيكون شكلهم. خلاص حطيت الكريمة. المكعب بتاعي بقى ده هبدأ اقسمه لقطعتين، قطعة هشيلها والقطعة التانية هبدأ اعمل بيها شكل الشطرنج، ازاي نعمل جاتو شطرنج ويطلع معانا بيرفكت ولا غلطة، وكمان طرق موضحة. القطعة اللي معايا دي هبدأ اقسمها ل4 شرايح، يعني 4 قطع زي كده بالظبط. هبدأ اقسمها ل4. هنا قسمتهم. هبدأ انيمها كده زي ما انا يعني انيمها كده على جنبها القطعة، وابدأ ادهنها بالكريمة، يعني احط كريمة علشان لما احط عليها القطعة التانية طبعا تبقى لازقة فيها ويبقى الفاصل كريمة. خدوا بالكم ان هوريكم دلوقتي تحت انا حاطه كان الحرف او الطرف يكون شوكليت او كيكه شوكليت، فوقيها الطرف يكون كيكه بالفانيليا، يعني يكون من تحت شوكولاته لكن بيقابلها من فوق فانيليا، يعني بنحطهم عكس بعض. لو الطرف عندي بادئ بالفانيليا من تحت، ببدأ من فوق بالشوكولاته. طيب ده عملت كل القطعتين وحطيتهم في التلاجة، طبعا لازم يمسكوا نفسهم شوية والكريمة تمسك نفسها. ده الشكل التاني وسهل قوي، شكله قريب للسويس رول شوية بس اسهل. انا هنا انا ده كان عندي عملت صاج كيك شوكولاتة غير المقدار بتاعنا خالص، ده لو عندكم ده طريقة تانية للتشكيل يعني. بس قطعت 2 بطول الصاج، قطعتين، قطعة عريضة شوية وقطعة تكون رفيعة شوية. اللي هتكون تحت القطعة العريضة بتضيف الكريمة، ممكن تضيفوا صوص شوكولاتة، ضفت فراولة، الحشوة اللي انتوا حابينها حطوها، وحطوا فوقيها القطعة الضيقة التانية، يبقى معانا قطعتين، قطعة عريضة شوية وقطعة ضيقة طويلة. وهبدأ احطهم على بعض وهغلفهم بالكريمة، وبعدين هحطهم في التلاجة. تلاجة بقى قد ايه؟ من 2 ل3 ساعات يعني براحتكم. طبعا خرجوا من التلاجة حطيتهم على راك كده او شبكة، وضفت عليهم وغطيتهم بايه؟ بصوص شوكولاتة. الصوص الشوكولاتة ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوكولاتة مسيحينها على بخار ماء او في الميكروويف، وضفت عليهم حليب لحد ما القوام بتاعي يبقى صوص كده تقدري تتعاملي معاه. ممكن نضيف كمان معلقة من الزبدة او معلقتين من الزبدة. وبسخن طبعا بعد ما بحط الصوص، بيكون بسيبها بقى الصوص خالص يتصفى من عليها كده ويجمد، وابدا اقطعها. بقطعها ازاي؟ السكينه بتاعتي مهمه جدا، بعد كل تقطيعه بكون حطاها في ميه سخنه ومسحاها اهم حاجه. اول طريقه الاسهل، انا كنت يعني بسخنها على البوتاجاز كده، تبقى السكينه بتاعت سخنه واقطع بيها، بتطلع لي الجاتو متساوي وزي المحترفين بالظبط. وكمان القطع اظبطوها قد بعضها وزينوها بالطريقه اللي انتوا عاوزينها. بصوا الطريقه دي شوكولاته مبشوره مع الكريسبي ده بجد بيكون لذيذ قوي، وفراوله، ضيفوا فراوله، طلعوا روح الفن بتاعتكم. السكينه زي ما قلت لكم يا اما تحطوها في ميه سخنه وبين كل تقطيعه والتانيه بتمسحوها، او تسخنوها على البوتاجاز، تكونوا واقفين جنب البوتاجاز تسخنوها وتروحوا قاطعينها، هيطلع معاكم الجاتو متساوي، يعني اكنكم بجد جايبينه من بره. محدش هيشوف الشطاره دي من غير ما يسالكوا عليها بجد. الطريقه سهله وحقيقي ممكن تبدعوا باي شكل انتوا عاوزينه، مش شرط الاشكال اللي انا عاملاها دي، بس مجرد افكار. وبكده يكون عملنا اشكال حلوة قوي تقدروا تقدموها في عيد ميلاد، في مناسبة، بجد كله هيسألكوا ازاي عاملينها. ده كمان شكل انا طلعته كده، وكمان هستنى رأيكم، متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.